من يسيطر على الآلة؟ منذ أن بدأ البشر في صناعة الآلات، كان الهدف بسيطاً: أن نتحكم فيها، أن نخترع شيئاً يساعدنا لا يهدد وجودنا. لكننا الآن أمام نوع جديد من الآلات، آلات تفكر، تقرر، وتتعلم دون تدخل مباشر منا. نحن نعيش في زمن يطلق عليه البعض الصحوة الرقمية. ذكاء اصطناعي لم يعد مجرد خوارزمية، بل كيان قادر على التحليل، التوقع، وحتى الإبداع. في معامل سرية وشركات عملاقة، يصنع اليوم نوع جديد من الذكاء: الذكاء العامل Agentic AI. ذكاء لا ينتظر أوامر، بل يصنعها. تجتمع الدول، يتحدث العلماء: هل نحتاج إلى قوانين تحكم الذكاء الاصطناعي، أم أن الوقت قد فات؟ من الذكاء المحدود إلى الذكاء العام، الذكاء الاصطناعي يزداد قوة. لكن السؤال الذي لا زال بلا إجابة هو: هل ما زلنا نمسك بالخيوط، أم أن الآلة بدأت تتحكم فينا؟ بعضهم يقول إن الذكاء الاصطناعي سيجعل العالم أفضل، وبعضهم يرى أنه سيفسد كل شيء. الحقيقة إننا لا نعرف. لو لم نسيطر على الذكاء الاصطناعي، فمن سيسيطر؟ هذا ليس خيالاً علمياً، بل واقع نعيشه لحظة بلحظة. ماذا يحدث عندما يفكر العقل الصناعي بطريقة لا نفهمها؟ عندما يتخذ قرارات لا يمكن التنبؤ بها. في عام 2025 أعلنت شركة تكنولوجيا كبرى عن تجربة فشل فيها الذكاء الاصطناعي في تمييز الأوامر الأخلاقية، وسبب خللاً في قرارات سيارات ذاتية القيادة. الذكاء الاصطناعي لا يعرف الخير من الشر، بل فقط ما تعلمه. ولو تعلم خطأ، فالعواقب قد تكون كارثية. ستيفن هوكينج حذر في سنواته الأخيرة قائلاً: قد يكون الذكاء الاصطناعي أعظم إنجاز للبشرية أو آخرها. أما إيلون ماسك فصرح أن على الحكومات التحرك فوراً، وإلا ستخرج الأمور عن السيطرة. لكن آخرين يرون أن الخوف غير مبرر، وأن الذكاء الاصطناعي مثل أي اختراع يعتمد على نوايا مستخدمه. الخوف ليس من الآلة، بل من الإنسان الذي يوجهها. نحن في سباق مع آلة، إما أن نتقن توجيهها أو تتقن هي السيطرة علينا. لو لسه معانا لحد هنا، فأنت من الناس اللي بيفكروا بجد، مش بس بيتفرجوا. ادعمنا عشان نكمل رحلتنا بره المنهج، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واضغط لايك لو حسيت إن الحلقة تستاهل.